يا مساء السعادة، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. بما اننا بقى داخلين على المدارس خلاص بكرة، فاحنا بقى نعمل ايه؟ حاجة كده سريعة للولاد يفطروا بيها مع كوباية شاي بلبن. سريعة ومكوناتها كلها بسيطة جدا جدا، بشوية دقيق ومية هتعمليها حاجة كده في منتهى الجمال. تقدري تعملي كمية صغيرة حتى قبل ما يمشوا على المدرسة، هتعمليها في وقت قياسي وهتطلع معاكي تحفة أحسن من بتاعة بره بكتير. هنعمل كمان وصفتين تحفة إن شاء الله يعجبكم واحدة منهم على الأقل. أول حاجة عندي كوباية وربع من المية الدافية، أحط عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة من السكر، أحط كمان ربع كوباية من الزيت على سمنة أو سمنة بس أو زيت بس زي ما انتوا عايزين. لو عندك حليب بودرة ضيفي مفيش مشكلة. ضفت كمان فانيليا وهقلب كويس. بعد كده حطيت نص كيلو دقيق ورشة ملح ومعلقة كده من الخل وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. لو عايزة تحطي يعني سنة بيكنج باودر مفيش مشكلة. لو عايزة تديها طراوة أو هتقعد معاكي كام يوم مفيش أي مشكلة. هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هبدأ إن أنا هاخد العجينة دي هعجنها كويس جدا لحد ما تبقى عجينة يعني ناعمة ما بتلزقش خالص في الإيد. يعني 5 دقايق كده، ما بتاخدش وقت خالص، هي أصلًا يعني بسيطة جدًا، جدًا. هاخلّيها تخمر لحد ما يتضاعف حجمها، وهاكون كمان حضّرت العجوة بتاعتي. ربع كيلو عجوة على الكمية دي، عليهم معلقة سمنة وممكن رشة قرفة، معلقة سمسم لو أنتِ عايزة. هاقلّبهم مع بعض كويس. لو العجوة ناشفة معاكِ وعندِك ميكروويف أو فرن، حطيها بس دقيقتين بس كده إيه، لو في الميكروويف دقيقة واحدة بس كده إيه تفُك معاكِ. هتبدئي بقى تعمليها صوابع بالشكل ده، تبقى جاهزة معاكِ وهتنجز معاكِ الموضوع، مش هياخد منِّك وقت خالص، خالص. عايزة أقول لكم يعني أنا قُمت كده عملتها الساعة 17:00، على 19:00 كانوا بياكلوا منها. عايزة أقول لكم يعني خمرت واستوت صحوا لقوها، يعني هي تحفة جدًا ومنقذة، يعني بتطلع في ثواني. المهم بنقطّعها بقى الأحجام اللي أنتم عايزينها، قطّعتها حوالي 10 قطع كده. وهابدأ إن أنا أحطها هافردها كويس وبعد كده أحط العجوة وأرولها رول. وأهم حاجة بقى إن إحنا نقفّل الجزء اللي هو من تحت ده، أو الجزء اللي هو بنقفّلهم مع بعض دول نقفّله كويس عشان ما يفتحش معانا في الفرن. وبسكينة أو بمقص، وهنبدأ بمنتهى السهولة نبدأ إن إحنا نعمل لها فتحات لحد ما الجزء اللي فيه عجوة يبان. بُصّوا هاعمل معاكم واحدة تانية بافردها بالشكل ده، باقفّل على العجوة كويس وابرمها كده رول، وأقفّل برضه الحتة بتاعة القفلة بتاعة الرول، وابرمها برمة كده بحيث إن كله إيه يمسك في بعضه. وهقفلها كويس جدا. بصوا بقى الفتحات بمنتهى السهولة بسكينة بمقص، يعني شكل كده بس يظهر شكلها، وفي نفس الوقت يبقى شكل اللي بنجيبها جاهزة من بره سريعة. هنخلص كل الكمية وهنخليهم كده يخمروا ايه 10 دقايق مثلا كده يتضاعف حجمهم، ما يخمروا بسرعة. اديني وشها يا اما نسكافيه وحليب يا اما صفار بيض وشوية حليب زي ما انت عايزة. انا دهنت مية ومعاها سكر ورشة نسكافيه. احطك عليهم سمسم اختياري وادخلهم بقى ايه الفرن يكون سخن على درجة حرارة 180. احطها في الرف الوسطاني، ومبتاخدش وقت خالص، حوالي ربع ساعة ل15 دقيقة لتلت ساعة، يعني متاخدش وقت خالص. أول ما تاخد لون دهبي من تحت كده، لو احتاجت لون من شواية من فوق بنبدأ إن احنا نشغل لها الشواية. لو ما احتاجتش وأخدت لون من حرارة الفرن مفيش مشكلة. طبعا لو ما تطلع من الفرن ما بنرشش عليها أي حاجة، احنا بس نغطيها 5 دقايق كده ولا 10 دقايق ترد من حرارة الفرن، هتلاقيها طريت معاكي. لو عايزة تخزنيها في الفريزر مفيش مشكلة، تخزنيها وتطلعيها قبل ما تستخدميها بنص ساعة ولا حاجة تطلع معاكي تحفة، مع شوية بقى شاي كده سادة أو بلبن، جميلة جدا. الوصفة التانية بقى عندنا هنا كوباية من المية الدافية أو الحليب، هضيف عليهم معلقتين كبار من الحليب البودرة ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقتين من السكر. واحط كمان عندي ممكن نستخدم ميه او حليب بودره مع ميه مفيش مشكله. هبدا ان انا هقلبهم مع بعض. وعايزه اقول لكم بقى قولولي الوصفه الاولانيه ايه رايكم فيها، والوصفه التانية برضو دي ما تشوفوها قولي ايه رايكم فيها. حطيت ربع كوبايه من الزبده، ممكن نحط سمنه او زيت مفيش مشكله. هقلبهم مع بعض وهنزل عليهم بالدقيق ورشه الملح. المهم بقى لو انتِ مش عارفة نوع الدقيق بتاعِك، ابدئي إن انتِ انزلي بيه بالتدريج. أنا هاستخدم دقيق بالشكل ده وبالاسباتولا، مش هاحتاج يعني إن أنا يعني إيه في الأول كده بالاسباتولا وبعد كده هانزل بالدقيق بالتدريج بالشكل ده. وهاقلب لحد ما يختفي معايا بالشكل ده. عايزة أقول لكم الوصفة دي بقى دي يعني جميلة جدًا، جدًا، والولاد بجد حقيقي هيحبوها أوي. المهم هاخدها بقى على الكونتر كده أعجنها 10 دقايق لحد ما تبدأي بس إن هي إيه تنعم معايا، لإن ضروري الوصفة دي العجينة بتاعتها تكون ناعمة طرية، تبقى عاملة زي عجينة
يعني إيه الدونات كده، تحسي إن هي جميلة ومريحة جدًا، جدًا في الشغل وفي العجن، وكمان الكمية صغيرة يعني أي حد يقدر يجرب. هاخلّيها بقى تخمر لحد ما يتضاعف حجمها، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نشتغل فيها. بُصّوا ما أخدتش وقت خالص في التخمير، خمرت معايا بسرعة. هابدأ بقى إن أنا إيه، أخرّج منها الهوا كده، لو عايزة تقطّعيها وهي في البولة وتاخدي منها وتشكّلي ما فيش مشكلة. أنا الأفضل بالنسبة لي إن أنا آخُدها وابتدي إن أنا أقطّعها الأحجام اللي أنا عايزاها، وهابدأ بقى إن أنا إيه، هاكوّرها كده وهابدأ آخُد أول كورة واشتغل فيها. ده بيسهّل الشغل كتير وبيخلّيها كمان إن هي إيه، يعني تريّح كده على بال ما إيه، نشكِّل واحدة، واحدة نوصل للآخر هتكون إيه، اتشكِّلت بمنتهى السهولة ومعانا وخمرت شوية كمان وهي مستريّحة. بُصّوا بقى عشان نفردها سمك حوالي نُص سنتي بنفردها كده بمنتهى السهولة، رشة دقيق صغيرة لو حسيتوا إن هي ملزقة معاكم سِنّة. هابدأ إن أنا بالقطّاعة بتاعة البيتزا أو بسكينة هابدأ إن أنا هافتحها من الجنبين بس ما يوصلوش للآخر، وأحط مربى في النُص كده وهابدأ إن أنا أحط الجنب ده أدخّلهم جوّه بعض، بس كده. عايزة تقفّلي الجناب قفّليها، عايزة تخلّيها زي ما هي ما فيش أي مشكلة خالص، عايزة تزوّدي مربى ما فيش مشكلة، عايزة تخلّيها كفاية كده ما فيش مشكلة. ممكن تحطّي أي مربى blueberry أو أي صوص تقيل اللي هو زي المربّات كده ما فيش أي مشكلة خالص. باحطّهم في صينية وباخلّيهم يخمروا 10 دقايق كمان بعد التشكيل، وبعد كده بادخّلهم الفرن يستووا. هي ما بتاخدش خالص يعني وقت في الفرن ولا حاجة. لو عايزة تدهني الوش بتاعها يعني صفار بيض أو عايزة تدهنيه حليب أو نسكافيه، يعني براحتك خالص، يعني ممكن ما تدهنوش حاجة خالص وممكن تدهنيه. المهم إن أنتِ خمّريها بس شوية كده علشان برضه إيه، تطلع معانا هشة وتطلع معانا حلوة. المهم بقى إن هي لمّا بتيجي تستوي، بتستوي على درجة حرارة بتكون عالية علشان كمان ما تقعدش كتير في الفرن المربى تبدأ إن هي إيه، تنشف معاكِ يعني ممكن يعني تاخد لون كمان معاكِ، تنشِّف معاكِ كمان الفطاير، هي بتدخل على درجة حرارة عالية. بُصّي بقى ممكن تدهنيها كده شوية حليب من فوق زي ما قُلت لِك، وممكن برضه صفار بيض مع شوية نسكافيه زي ما أنتِ عايزة. أنا بافضّل الحليب، أنا كمان ده كان حليب مُكثّف كان عندي علشان ما كانش عندي حليب من العادي، وممكن شوية مَيّة سخنين مع شوية حليب بودرة، يعني ما بتاخدش وقت خالص. شايفين بقى شكلها وجمالها، عايزة أقول لكم بتملى البيت ريحة تحفة. ممكن تزينيها أو تلمّعيها بحاجة من فوق ممكن لأ، هي أصلًا اتخطفت في وقتها، مناسبة جدًا للمدارس، الولاد ياخدوها معاهم هينبسطوا جدًا، جدًا من طعمها. أنا متأكدة إن أنتم لو جربتوها هتعجبكم جدًا. قولوا لي بقى رأيكم في الوصفات، وجربوا وصفة منهم على الأقل وقولوا لي وابعتوا لي تطبيقاتكم على آآ messenger الفيسبوك، وما تنسوش لايك وشير وتعليقاتكم الجميلة، وأشوفكم على خير، مع السلامة.